تمثل نادي الزمالك طلعت محرم كان هداف طلائع الجيش وهداف الترسانة، انتقل طبعا للاتحاد السكندري وادي تتلعب على طول. نور السيد، عمر جابر، محمد ابراهيم يرجع يستلم، محمد ابراهيم يلعب من لمسه واحده تختلف خطوره نادي الزمالك على المرمى، فرقت كتير وهو صانع الهدفين. صنع الهدف الاول لعمر جابر بلمسه ولا اروع ولا احلى من كده، بتؤكد انه لاعب مهاري من طراز خاص محمد ابراهيم. والكره الثانيه حطها بينيه من العمق، قطع عليها كده، خدع الجميع في التمريره، قطع من بعيد من اليمين على الشمال احمد جعفر وسجل منها هدف رائع. التمريره دايما هي ليها مفعول السحر اللي وصلت الاثنين المهاجمين لاحراز الهدفين. حازم امام دخل من العمق، حازم امام اتلعبت على الارض على طول لاحمد عيد عبد الملك. الاهداف طبعا تدي ثقه بقى للاعبي الزمالك انه يلعب براحتهم، كانوا مضغوطين يبحثوا عن الاهداف اول مباراه الزمالك في الدوري. وادي حازم امام، هات وخد، وادي تاني مش ممكن، احمد عيد عبد الملك بيحطها بذكاء ودهاء على الرجل الثابته لالهاني سليمان، لكن والله الهاني سليمان على طول عينه معاها وبيغير اتجاهه وبمهاره عاليه. وادي يا ولد حازم امام خد الهات وخد كده مع احمد سمير وبكعبه راحت